إدمان هي أمام الهلال. فبسأل زميلي هناك، يعني واحد أعرفه هناك، قلت له إيه أسعار هناك؟ قال لي من 7000 لغاية 15000 العلاج هناك، علاج الإدمان. بيقعد مدة 6 أشهر هناك. مدة واحدة ولا مدة مختلفة؟ لا، لو اللي هي من 7000 بيقعد 3 أشهر، لو أم 10 بيقعد 5 أشهر، اللي هي 15,000 بيقعد 6 أشهر. بياخد وصل عليه ولا لا، من غير وصل؟ توظيف بقى. طيب انت قلت لي بالتعامل انت شفت اكتر من مرة الضرب جوه، حالات ضرب جوه يعني هناك الحياة يعني مش كأنك انت تحس ان هم بيعالجوهم ولا كده، فاهم انت ازاي؟ كأنهم كلهم يعني زي ما تكون أسرة حبس بقى، حابسينهم على طول. بيطلعوا بقى ايه بعد العصر، بعد الجامعات والكلام ده كله، ومش كلهم بيطلعوا، ناس فيهم معينة. يعني فيهم بعض منهم ما يرضوش يفتحوا لهم البوابات يطلعوا. اكتر حاجة لفت نظرك وضايقتك ايه؟ يعني مثلا ما بهزر مع واحد فيهم مثلا. لا مش انت، لو زي المدمن هناك اكتر حاجة ممكن تضايقه ايه في المعاملة هناك او المنطقة هناك؟ يضايقه هو؟ يعني مثلا انت لو مثلا قال لك على حاجه قلت له لا مش هتنفع، يتضايق منك وتحسه مش واعي خالص. فاهم انت ازاي؟ يكلمك وهو مش واعي، ممكن تنرفز. معاملة الإدارة اتكلمنا عنها، شكلهم ايه؟ كام واحد؟ هم اللي في الاداره بيبقوا 5 اللي في الاداره. ما تعرفش اسماء حد منهم؟ باين واحد اسمه تقية. ايه؟ واحد اسمه تقية. تقية؟ تقية ايه؟ لا انا اعرف اسمه تقية بس. التوظيف بقى اللي بعد توظيف ايه ده؟ حكاية توظيف بيوظفوا ناس جوه؟ يعني مثلا اللي بيخلص المدة بتاعته بيروح هناك مثلا يشتغل، زي مثلا ايه، بيبقى مسؤول عن العلاج بتاعهم كده، الاجتماعات بيخدم عليه. في اجتماعات جوه. في اجتماعات كل يوم، اجتماعين في اليوم، مع الصبح واجتماع بعد العصر. احكي لي تاني من البداية، انت قلت لي انت رحت المركز ده ليه؟ كنت شغال سباك هناك. طب ايه اول ما تدخل احكي لي بقى من بداية ما تدخل لغاية ما تطلع، احكي لي كل حتة جوه. عادي بخش، بيبقى في ناس داخله، في ناس قاعده جوه في المكتب، وفي والباقي بيبقى قاعد فوق. شكلهم عامل ازاي؟ عادي ناس متساويين يعني. شكلهم دكاترة؟ لا مش دكاترة. عربجية يعني، شكلهم زي العربجية كده؟ مش كلهم فيهم اللي هو ايه يعني كويس، وفيهم الباقي الوش وحش كده يعني. شفت حد من المدمنين جوه؟ كلهم مدمنين هناك، يعني قليل خالص ما تلاقي حتى الناس اللي هناك المسؤولة تحسها انت مدمنة برضه. يعني سلوكهم هادي ولا كان عنيف ولا؟ لا سلوكهم هادي، مفيش عنف يعني. فاهم انت ازاي؟ هم مش. طب في اي يافطة جوه مكتوب عليها مركز ادمان ولا حاجة ولا مفيش خالص؟ لا يفطر. مفيش شفط خالص جوه؟ لا. طب شفت اي ورقة كده تحتيك متعلقة، اي ورقة خاصة؟ هي في ورقة ملزوقة لكن يفط لا. الورقة دي كان مكتوب فيها ايه؟ ده مش فاكر؟ لا والله مش فاكر، بس هو في مكتوب فيه كلام كده كتير وصور. انت لما دخلت ما لفتش حاجه نظرك كده بتقول ان ده مركز ادمان، ولا انت عرفت مركز ادمان ده منين؟ هو نفسه صاحب المركز قال لي ده مركز ادمان. فانت ازاي بيجيبوا قدام العلاج والحاجات دي كلها قدامي. في مكتب هناك مفيش حد يخش، انا نفسي ما خلانيش اخش. يعني صاحب المركز هناك تحسه عصبي شويه، اللي هو مسؤول عن المركز نفسه. المدمنين من السهل ان انت توصل لهم وتتعامل معاهم؟ بتعامل معاهم واقعد معاهم واهزر معاهم ونقعد مع بعضنا عادي. مفيش مره سمعت كده انك انت ممكن تشتري حاجه من جوه، مخدرات او تشتري برشام او كده يعني؟ لا هو مخدرات هناك ممنوعه. هو لما شافوا واحد مره كان بيشرب برضه زي كده قاعد بره، دخلوه ضربوه كلهم، ما خدوش. لا قصدي يعني ما سمعتش عن حد من الشباب هنا بيروح لا انا عاوز نقطه الضرب. انت ضربوك ليه؟ مره واحد هناك برضه حب يمشي من هناك، جابوه كلهم بالضرب والامشه والضرب وقعدوا يضربوه. امشه؟ ضربوه بالامشه وقعدوا يضربوه وركبوه في التوك توك. ضربوه ليه برضه؟ عشان بيقولوا عايز يهرب. عايز يهرب؟ كان عايز يهرب وضربوه؟
بيقول العيش هناك مش حلو ومش حلو كده، عشان كده كان عايز يرجع. بس اللي هو المركز اللي هنا عند هلال. لكن بصراحة المركز اللي انت جوه ما تعرفش ده اسمه ايه؟ ما تعرفش المركز ده اسمه ايه؟ ولا تعرف. اسم حد جوه؟ انا اعرف من المدمنين، لكن من اصحابه ما اعرفش. هنا في المنطقه ما سمعتش عن ده اسم المركز ده، اسم المركز ايه؟ كل اللي اعرفه عنه المركز هناك بس، ولا اعرف اسمه مركز ايه ولا بس حكايه الامشي